إحنا بنقول كلام كتير بس نادراً لما بنفكر في معناه، وبنعيش عادات مألوفة بس الحقيقة إنها أغرب مما نتخيل. معاكم عبد الرحمن الجرحي، ومعاكم أماني في بودكاست خلف القناع. عارفة أماني إيه أصعب حاجة ممكن تقابل الإنسان؟ مش إنه يواجه عدو واضح، لأ، لكنه يواجه ثقب أسود لابس قناع إنسان. قصدك الشخص اللي بيسحب كل الطاقة اللي حواليه علشان يغذي نفسه وبس؟ بالظبط، النوع اللي لو ما كنتش أنت مراية ليه بيعتبرك مش موجود أصلاً. النهاردة هنتكلم عن الشخصية النرجسية، أو زي ما بنسميها صنم الذات. في ناس يا أماني وجودها في حياتنا بيسحب كل الأكسجين من المكان، وما بيسيبوش لغيرهم حتى فرصة يتنفسوا. فعلا يا جرحي، والنقطة اللي بتلخبط الناس إنهم بيفكروا إن دي قوة شخصية، بس الحقيقة الشخص النرجسي مش بيحب نفسه، هو بيعبد الصورة اللي رسمها لنفسه وبس. عندك حق، هو مستعد يهد أي حد حتى لو كان أقرب الناس ليه، لو الصورة دي اتهزت أو حد حاول يواجهه بحقيقته اللي ورا القناع. طيب عارف إيه اللي بيقتل بجد؟ إن اللي حواليهم بيتحولوا لمجرد مرايات، وظيفتهم بس الوحيدة في الحياة إنهم يعكسوا عظمة الشخص ده طول الوقت. النقطة اللي انت اتكلمتي فيها دي مهمة جدا، إننا أحيانا بنغذي النرجسية دي وبنسميها كاريزما، وبنسمح للشخص ده إنه يشككنا في عقلنا لمجرد إنه بيعرف يقلب الترابيزة لصالحه. طبعاً بدل ما الضحية تمشي بتلاقي نفسها بتلعب دور المصلح الاجتماعي وفاكرة كده إنها هتقدر تغيره، بس للأسف ده أكبر فخ ممكن تقع فيه. طيب هنا في سؤال مهم يا أماني، هو احنا ليه بننجذب ليهم أصلا من الأول؟ وليه بنحس بالذنب لما بنفكر نبعد عنهم؟ أنا هقولك يا جرحي، السبب هو إنهم في البداية بيكونوا بارعين إنهم يقدموا نسخة مثالية اللي إحنا أصلاً بنكون محتاجينها، وبيدخلونا في دوامة من التشكيك لدرجة إننا أحياناً بنصدق إن العيب بيكون فينا إحنا مش فيهم هم. طيب هو احنا ليه بنخاف نواجههم بحقيقتهم؟ وليه دايماً بنحس إننا ماشيين على قشر بيض وإحنا معاهم في نفس المكان ما بنتحركش؟ لأنهم طبعاً بيستخدموا سلاح مهم جداً، وهو سلاح الصمت العقابي أو الانفجار المفاجئ، علشان طبعاً يسيطروا عليك، فبيخلوك دايماً خايف من رد فعلهم، فطبعاً أنت بتضطر تضحي براحتك علشان تتجنب بس المشاكل. فعلا. طب في سؤال كمان شاغل بال ناس كتير جدا، هو الشخص النرجسي ده عارف إنه بيأذي اللي حواليه، ولا هو فعلا مقتنع إنه صح وكل الناس اللي حواليه غلط؟ هو أصلاً غالباً ما بيشوفش الأذى ده لأنه عايش في حالة إنكار تام، وأي محاولة منك إنك توضح له غلطه هو بيعتبرها هجوم عليه وبيرد عليه بهجوم أشرس، طبعاً ده علشان يحمي الصورة الوهمية اللي هو بناها لنفسه. وعشان كده بقى الحل يا صديقي بيبدأ بكلمة واحدة: المسافة. أنا شايف إن الحل مش في المواجهة خالص، لأن المواجهة هي البنزين اللي بيعيش عليه. فعلا معاك حق، لازم نسحب الفيشة، يعني نبطل ندي اهتمام، نبطل نبرر، ونبطل نسمح له يكون هو البطل في قصة حياتنا. فلازم تتعلم إنك تقول لأ من غير حتى ما تشرح أسباب، وتعرف إن رد فعله الغاضب ده مش مسؤوليتك أنت. وعشان كده لازم نسأل نفسنا، هل الشخص ده فعلا بيضيف لحياتنا؟ ولا هو مجرد عبء نفسي بيسحب من رصيد صحتنا وعقلنا كل يوم؟ التعامل معاهم محتاج برود أعصاب تام، يعني لما يحاول يستفزك خلي ردودك كده قصيرة ومملة كمان، يعني زي مثلا إنك تقوله طيب أو ماشي، وده علشان ما يتغذاش على انفعالك ولا يلقى خيط إنه هو يمسكه عليك. بحب أشكرك جدا يا أماني على وجودك معنا النهاردة، وفي النهاية خلي طاقتك في إنك تبني نفسك، مش في إنك ترمم صنم ما بيشبعش. الصدق مع النفس هو الدرع الوحيد اللي هيحميك من إنك تقع في فخ صنم الذات. نشوفكم الحلقة الجاية، سلام.